السلام عليكم. هي الطيور ممكن يجي لها نقرس؟ ممكن يجي لها عادي. طب ازاي؟ دي مش بتاكل لحمه. لو حابب تعرف اكتر عن الموضوع ده كمل الفيديو ده للاخر. قبل ما نتكلم الطيور بيجي لها نقرس ولا لا، لازم نعرف ايه النقرس ده. النقرس عامه في الانسان او الحيوان هو تراكم حمض اليوريك اسيد في الجسم، وبيبتدي يترسب في المفاصل وبيعمل مشاكل النقرس اللي احنا عارفينها. ده في الانسان. حمض اليوريك ده بيتكون نتيجه هضم البروتين، خصوصا المواد الغنيه بالبروتين اللي هي غنيه بحاجه اسمها البيورينز. البيورينز دي بتكون موجوده اكتر في اللحوم الحمراء وفي الكبده وفي الطحال، وبتبقى موجوده بشكل اقل في البقوليات النباتيه زي العدس والفول. طب ايه بقى علاقه الطيور بالنقرس؟ لسه قايلين بقوليات العدس، الفول الصويا اللي هو داخل في كل انواع العلف. البروتينز دي بقى هي فعلا فيها نسبه اقل من البيورينز اللي هي بتسبب النقرس، ولكن ستيل النسبه دي موجوده. بالاضافه اصلا ان جسم الانسان او جسم الحيوان بيبقى فيه بيورينز طبيعيه ناتجه عن عمليه تكسير الخلايا في الجسم. طب امتى بقى هنشوف المشكله دي في الطيور؟ دايما بنشوفها في الطيور اللي بناكلها تركيز بروتين عالي لفترات طويله، ودايما بنشوف المشكله دي في التربيه المنزليه في البط. ليه بقى؟ لان ناس كتير جدا بتربي البط على علف الفراخ اللي هو العلف النامي اللي تركيز البروتين فيه 21%، مع ان البط في المرحله دي بيكون محتاج تركيز بروتين من 15 ل 16%. هم كده مفكرين ان البط هيكبر اسرع، بس ده مش حقيقي. حقيقي ان البروتينات دي بتطلع حمض اليوريك في الدم، ومع الوقت بيتسبب النقرس اللي هو ليه نوعين: عرض بيظهر بالتشريح اللي هو النقرس الحشوي، وعرض تاني بيظهر بتورم في المفاصل اللي هو النقرس المفصلي. طب ليه بقى غير البروتين قله الميه بتعمل كده؟ طبيعي ان جسم اي كائن حي محتاج كميه ميه مناسبه عشان الكليه تعرف تقوم بدورها، وبالتالي لما الميه بتنقص بيحصل حاله من الجفاف، فالكليه مش بتعرف تتخلص من اليوريك اسيد كويس، بالتالي اليوريك بيزيد تركيزه في الدم فبيعمل نقرس برضه. يا ريت اكون عرفت اوصل الموضوع بشكل مبسط. كان معاكم الدكتور شريف في برنامج عياده الدكتور البيطريه.